السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة يوميات مغتربة، وأسعدكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. اليوم بقدم لكم طريقة المرقوق، أكل لذيذ جدا وشتوية ومفيدة وصحية. جميع الخضار اللي عندك حطيها، ما في أي مشكلة، وتصلح بدون دجاج وبدون لحم ولا دجاج، وبأي شيء تصلح. الحين حطيت اللحمة وبحط معاها كمان البصل والباذنجان، على أساس ما أبغى ينشاف في الأكل، والفاصوليا الخضراء. هذه ليمونة سوداء لذيذ جدا في الشربات، في الكبسات، مع المرقوق لذيذ، مع القرصان لذيذ جدا، مع الجريش. هذا معجون طماطم. البهارات عبارة عن كركم وفلفل وكمون وملح، ملح صخري. هذه العجينة مكونة فقط من دقيق البر الطبيعي وملح، لا غير، ولا يبغى لها عجن كثير ولا شيء. ما تحتاج حتى تقعدي تعجنيها كذا بالملعقة، بأي شيء عادي سهل جدا، ولا فيها دقيق أبيض. هذا قسمته نصين. عادي. التقطيع عشوائي، والفرد قدر الإمكان حاولي تكون رفيعة. بعد ما انضغطوا اللحم والأشياء هذيك، حطيت الكوسة والقرع. القرع كمان لذيذ جدا. هذا قرن فلفل حار. هذا المرحلة الأخيرة من الضغط، يعني خلاص الحين تقريبا كلهم ناضجين. أحط العجين هذا على عدة دفعات، لأني لو حطيت الدفعة واحدة بيكون مكتل. لازم الخبز ما يعني تحط الدفعات عشان ما يكون مكتل. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنا يمكن سويت القرصن هذه على 4 دفعات. ولازم يكون المرق حار، يعني تكون تحتها النار. هذا بقدونس وكزبرة. لا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك، الله يسعدكم.
وسعادة الدارين يا رب العالمين. هذا اللمسات الأخيرة، ما كان في أحد يصورني وأنا أكبه. بنتي الملقوفة لازم تدخل لقافتها في كل شيء، قاعدة تحط معايا الحبة السوداء. حطيه، وهذا كمان زيادة تزيين بقدونس وكزبرة. وفي مدري انه بين ولا لا، انا حطيت زبدة، زبدة السمن اي شيء يطلع لذيذ جدا. ومرة ثانية الله يسعدكم سعادة الدارين، لا تنسوني في الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله.